بيتكوفيتش يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة توغو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل أن نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. شهد الأسبوع الماضي أداء مميزا من اللاعبين الدوليين الجزائريين مع أنديتهم، مما ينعكس إيجابيا على استعداداتهم لتربص المنتخب الوطني المرتقب في 7 أكتوبر، الذي يهدف لتحضير مواجهتي التوغو في تصفيات كأس أفريقيا 2025. وبرز كل من محمد أمين عمورة وإيت نوري وبشير بلومي مع أنديتهم في مختلف الدوريات الأوروبية التي ينشطون فيها. تمكن مهاجم المنتخب الجزائري محمد أمين عمورة من تسجيل أولى أهدافه مع فريق فولفسبورغ الألماني، وقدم تمريرة حاسمة، ورغم تعرضه للإصابة إلا أن محمد أمين عمورة قدم مستوى مميزا جذب من خلاله انتباه إدارة الفريق، مما يجعله عنصرا مهما في خطة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. ومن جهته عاد إيت نوري للتألق مع وولفرهامبتون، حيث سجل هدفين في مباراة مثيرة ضد ليفربول. قدم الظهير الأيسر للمنتخب الجزائري أداء قويا، فتنجل أسطورة كرة القدم الجزائرية الخضر بشير بلومي أنظار الجميع، حيث افتتح عداده التهديفي بتسجيل ثنائية رائعة مع هيل سيتي في شباك كارديف سيتي، مما يعزز فرصته في العودة للمنتخب الجزائري. ويقدم آدم زركون أداء قويا مع فريقه شارلروا البلجيكي، حيث ساهم في تعادل الفريق مع كلوب بروج، مؤكدا مهاراته العالية في التحكم في الكرة وصناعة الفرص. في وقت ترك زركون انطباعا جيدا في آخر سفرية للمنتخب الجزائري إلى مونروفيا عندما واجهت منتخب ليبيريا، واستعاد ياسين إبراهيمي مستواه مع نادي الغراف القطري، حيث سجل هدفين في المباريات الأخيرة، مما يجعله مرشحا للعودة إلى صفوف الخضر بعد غيابه عن التربص السابق بسبب ظروف صعبة. ويسعى المدرب بيتكوفيتش للاعتماد على أفضل العناصر خلال تربص أكتوبر المقبل في تصفيات كأس أفريقيا، وذلك مع اقتراب موعد المواجهة التصفيوية أمام منتخب توغو ذهابا وإيابا. شاركونا رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم.